مساء الفل عليكم واهلا بيكم يوم جديد من بودكاست القلعه الحمراء. ضيفنا النهارده هو لاعب في اواخر التسعينات مع جيل عمالقه بشكل كبير جدا، لكن مع ذلك رغم ان كان في ناس كبيره جدا في الاسم، كبيره جدا في النجوميه، لكن قدر ان هو يحجز نفسه في مكان اساسي بسرعه شديده جدا جدا جدا. خلينا نرحب بكابتن محمد جوده. مساء الفل وكل سنه وانت طيب. مساء الفل عليك كابتن سيد، ومتشكر على المقدمه الجميله دي يعني، ومبسوط جدا ان انا ده معاك. حقيقة. والله مبسوط جدا ان انا معاك. اخبارك يا جوده؟ تمام الحمد لله يا كابتن. فينك مختفي كده؟ لا والله يعني يمكن الفتره اللي فاتت استقريت في دبي شويه يا كابتن. اوكي. انت عارف يعني رحت هناك خدت الدورات التدريبيه الاسيويه يعني، تمام. ومستقر يعني شويه في دبي الفتره اللي فاتت دي. طيب قبل ما ننطلق في حديثنا، واحنا بينا وبين بعض ذكريات حلوه كتير يعني، وايام كانت جميله وعشره سنين طويله طبعا في استاد الاهلي هنا. تعرف فكره تخليد الاسماء، تكريم الاسماء على جدران استاد النادي الاهلي من خلال اسم عيله، اسم اب، اسم ام، حد عز عليك، ولادك، حد من معارفك، حد له تأثير عليك في شخصيتك، في تاريخك، في نقطة تحول. لو جود اختار واحد يخلد اسمه على جدران النادي الاهلي او استاد النادي الاهلي، مين؟ يعني طبعا في الاول برضه عايز اقول ان فكره عبقريه برضه يا كابتن سيد بصراحه يعني يمكن الناس بتحب النادي الاهلي جدا، ان مجرد يكون في استاد باسم النادي الاهلي، وده حلم يعني ان شاء الله يبقى قريب يعني حقيقه. خلاص بنعيش الحمد لله، بالظبط يعني قريب جدا ان شاء الله هيبقى حقيقه. ما بالك بقى ان اسمك او اسم حد بتحبه موجود على جدران استاد النادي الاهلي. يمكن طبعا بدون تفكير هختار والدي الله يرحمه. يعني وقف جنبي كتير وتعب معايا كتير، كنت بتشوف انت كابتن سيد حتى بيجي معايا النادي على طول حتى في مراحل الناشئين. ف بدون تفكير هختار والدي يعني الله يرحمه. الله يرحمه. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، في ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا، والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا غنوا أهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. غنوا غنوا أهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. كلكم عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين فين عنواني، كلكم عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين فين عنواني. عاشت الأسامي ذكريات ما بتنتهيش، إيه بينك وبينه علشان في قلوبنا تعيش. انتم أساس في قلبي، انتم ناس ما بتتنسيش، بنعيش عشان نشجع، بنشجع عشان نعيش. لو تعاد الزمان هعيد كلامي تاني، عايش احكي بجد ومقدرني البركة في لساني. انا كل سطر في قصة بطلها اهلي وناسي، اهلي ضحوا عشان انا مش هنسالكم كل حياتي. هفضل فاكر عشرة الاسامي، مش هبطل اشجع اللي باقي من حياتي. شاب على كتاف ابويا مسمع صوت هتافي، بعده انا اللي شايل بعدي ابني على كتافي. غنوا غنوا اهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. غنوا غنوا اهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني، كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني. عاشق للكيان، اسمك محفور على جدران استاد الاهلي. في استاد الاهلي عاشت الاسامي.
جوده يمكن من التسعينات من واحنا صغيرين، انا اكبر منه بسنتين. انت 79 سنتين ان لم تخن الذاكره. 79 انت صح؟ 79 وانا 77. يمكن لحقنا شويه، اه وخصوصا كان معانا في منتخب الشباب في افريقيا اللي كانت في المغرب. مظبوط يا كابتن مظبوط. كنت معانا وشاركت. كان لعيب جامد جدا، طلع بسرعه رهيبه جدا، وكان نص الملعب عمالقه في الكوره. وليد صلاح، هشام حنفي، هادي خشبه، اسامه عرابي، هشام حنفي، سيد عبد الحفيظ. كابتن هشام حنفي وسيد طبعا. سيد عبد الحفيظ. فانت عندك مجموعه كبيره قوي في نص الملعب، ومع ذلك رحت طلعه شديده قوي قوي. انا فاكر كان مباراه الشباب السعودي كانت اول مباراه تقريبا. عملت لك جول انا كده، وانت جبت جول وانا جبت جول. صحيح. وكابتن انت حسام جبت الجول حسن الاولاني. وكابتن حسام حسن جاب جول يعني. اوكي. يمكن طبعا هي البدايه كان فيها توفيق كبير جدا يا كابتن. بس يمكن يكون قصد حضرتك على الاختيار ان انا ابدا مباراه زي دي. صحيح. ان انا مش متذكر هي كانت سنه كام طبعا معايا الموسوعه. لا 99 يعني اواخر 99 سوري اواخر 98 اخر 98 اواخر يعني. 98 ف 9 كده 8 9 98 يعني الحمد لله يعني. يمكن كان قبلها كان عندنا معسكر والحمد لله اجتهدت بصوره كبيره جدا. يمكن الفتره بتاعت المعسكر دي كنت مركز كويس جدا، بس انا واحد من زي اللعيبه كلها اتفاجئت ان انا ببدا مباراه. كان سوبل. كان مستر تسوبل. يمكن حضرتك عارف اي حد بيطلع بياخد في الاول ربع ساعه في شوط في كده، انما تبدا المباراه. فكانت دي مفاجاه كبيره جدا ليا. وبدايه الماتش كمان اما احرزت هدف خدت ثقه كبيره جدا. يمكن عملت لي هدف جبت جول حلو يعني. انا اتبسطت قوي ان انا عملت الجول ده اصلا، لانه كان في شغل حلو من البدايه يعني. اكتر. مش عايز اقول اكتر من الجول بتاعي. الجول بتاعي انا لومت نفسي عليه كتير قوي. انت عارف الجول بتاعي كان الثالث كره يعني. انت الاول كنت منطلق من ناحيه الشمال، مظبوط، وانا خدتها من نص الملعب كده، وبعدين لمحت بطرف عيني الشمال دي حاجاتك وانت بتجري. فبصيتها لك انت حطيتها تقريبا بشمالك. حطيتها بشمالي على شمالك. الجول بتاعنا بقى في الاخر خالص، كره ملهاش اي نوع من العصبيه ولا حاجه في الست يارد اصلا. ورحت يعني بكل قوه دخل الجول. بس انا زعلت من نفسي ليه بقى؟ كنت تعملها احسن يعني. لا اهدى. يعني مش عايزه التسارع، مش عايزه القوه دي قوي. ده المسافه صغيره يعني. كل ما المسافه بتبقى صغيره ما بتبقاش محتاجه قوه، بتبقى محتاجه دقه. تمام. فالقوه ممكن تقلش تطلع عاليه، وممكن تيجي في ايد الجول نفسه تروح في الجول. انما الدقه بتوجه فهي دي قبل الفتره دي بقى كان في مرحله ناشئين. مظبوط. مرحله الناشئين انت من السويس اصلا. من السويس. مظبوط كده. مظبوط. وبعدين بس ما عادش كتير في الناشئين. عندنا 5 سنين تقريبا، 4 سنين 5 سنين في قطاع الناشئين يعني من تحت 14 سنه تقريبا. يعني تحت 14 سنه. ولعبت تقريبا 98 19 سنه كده. لعبت 19 18 سنه. 4 سنين تقريبا يعني. 4 سنين. بس مرحله مهمه جدا جدا يعني. صح. يعني وطول عمري خلي بالك يا سيد يعني ما كنتش اتوقع خالص بامانه ان انا هطلع فريق اول، او ان انا ابقى وسط النجوم النجوم كنت بتفرج عليها يعني. يمكن انا حضرت تمرين شويه مع كابتن شوبير، كابتن اسامه عربي. انا بتكلم على اكبر ناس. فالناس دي كانت بالنسبه لي حلم. كابتن حسام حسن، صحيح. كابتن ابراهيم، كوكبه كبيره جدا يعني. جيت كابتن وليد صلاح الدين، يعني ناس كبيره جدا. فطول عمري احنا عارفين يعني. ما اعرفش ده ان الحلم ده يبقى حقيقه يعني. انا ما كنتش اتخيله. انا سعيت ليه وكل حاجه واجتهدت وكل حاجه، بس فجاه لقيت نفسي موجود وسط الناس دي وزمايلي وكده. كان حاجه عظيمه جدا بالنسبه لي. طبعا انت تعبت يعني. انا دايما اقول تعب اسباب من النجاح، لكن في الاول والاخر بيبقى فيه توفيق. بدليل ان ممكن يبقى عندنا ناس كتير قوي موجوده كتير قوي ممكن تكون اجتهدت برضه وتعبت، بس ربنا ما كانش موفق يعني. انا فوجئت بين يوم وليله كده. انا مش فاكر دي بقى يعني. دي انا مش فاكرها الصراحه. رايحين المغرب افريقيا مواليد 77 ومباراه صعبه جدا. والكوميدي في الموضوع ان اول مباراه انا كنت موقوف، ومش انا اللي واخد الانذار اصلا في التصفيات. في التصفيات خدت الانذار. انا خدت واحد بس كتب لك الثاني. ايمن عبد العزيز ابن اللذين كان واخد انذار كتب باسمي. فتوقفت اول مباراه اللي هي كانت مباراه غانا عشان ياخد الشاره بقى تقريبا. لا 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 طبعا كتير الكلام ده. لا ده قبليها بكتير كده. احنا في منتخب. هو اكيد غلطه من الحكم يعني. غلطه من الحكم. بس فوجئت ابراهيم جوده كان معانا يعني. كان ابراهيم سعيد هو اللي كان بيجي معانا على فترات كان قبل ما ينطلق. هو السن بتاعي كان احمد صلاح حسني تقريبا برضو موجود ولا واحمد يعني كنا احنا الثلاثه تقريبا اللي مش 77 79 صح ولا صح. في حد تاني؟ لا ما اعتقدش. كان فاروق طبعا 78 كان حتى ايمن عبد العزيز 78 محمد صديق 78. كان مفاجاه يعني ان يجيبوا حد من يعني يجيبوا حد اصغر من السن. لا كانت بالنسبه لي مره واحده
جوده يعني ما لعبش معانا ماتشات وديه كتير كمنتخب ده. جوده سن اصغر بسنتين، ليه معانا؟ وبعدين معانا مش واحد مثلا يعني بيلمس، لا ده واحد داخل زي هو الموضوع زي جه الصاروخ. لو تفتكر يا كابتن، انا مش عارف كنت معانا في جنوب افريقيا اول ماتش ليا مع كابتن حلمي طولان يعني. فتقريبا هو كان واخد يعني مثلا سمع ان في لعيب كويس فخده. فبرضه نفس القصه، اول مباراه ليا مع المنتخب احرزت هدف، يمكن كسبنا 1-0 لو تفتكر. 1-0 انا اللي جبت الهدف ده صح. في جنوب افريقيا يعني. فيمكن برضه دي ادتني برضه قوه شويه وثبات شويه ان انا ابقى موجود. مش عارف انت تتذكر ولا لا يعني. لا انا فاكر جنوب افريقيا اللي قعدنا فيه 10 ايام، لعبنا ماتشين هناك بالظبط قبل كاس الامم، كسبنا مباراه 1-0 انا اللي احرزت الهدف. فيمكن هي دي برضو اللي خلتني كان في بدايه مارس. احنا البطوله دي بدات 26 مارس تمام. يعني البطوله بتاعت افريقيا دي بداناها 26 مارس، احنا كنا في 10 مارس يعني ال10 ايام الاولى من مارس دي كنا في جنوب افريقيا. انا قاعد مع موسوعه طبعا فانا مش فاكر الكلام لا ده. انا فوجئت ساعتها اصلا ما شاء الله ما شاء الله يعني اللي بيروح منتخب اكبر منه بسنتين طبعا بتبقى يعني الدنيا مش بالنسبه له فيها يعني بيلمس الدنيا ماشيه ازاي. لكن واحد ما شاء الله كأنه معانا بقى له سنه ولا سنتين اصلا في المعسكرات وكده، فدي حاجه تحس يعني بالشخصيه كمان. هو الحمد لله توفيق يعني. يمكن زي ما بقول لك مباراه جنوب افريقيا دي فرقت معايا جدا، ودي كانت اول مباراه ليا، كان اول انضمام. يمكن سافرنا كان تاني يوم او تالت يوم المباراه على طول، فاحرزت هدف. فده اللي فرق معايا فعلا في المنتخب الاولمبي. جودة انت عندك ايه دلوقتي ولاد؟ عندي بنت وولد. قد ايه بقى؟ عندي كنزي 23 سنه. 23 سنه؟ انت بتتكلم جد؟ والله هو يد من قدامي ايه؟ انت بتتكلم جد؟ خلي بالك انا تقريبا متجوز قبليك صح؟ انا متجوز 2002 4/6/2002. لا ده انا متجوز ده 2002 دي كان عندي بنت. انت متجوز قبل كده؟ انا متجوز كده 2001 ما شاء الله. 23 وابني زين مواليد 2005 20 سنه. طيب ماشي. انا عندي 2005 يوسف ربنا يحميه. يعني انت عندك كنز 23 سنه. 23 مخلصه جامعه بقى؟ مخلصه. ايه بقى مخلصه اعلام. اوكي. انا عندي مريم برضو بس في هندسه رابعه هندسه، بس دي 2003 يعني اصغر من كنزي بسنة. لا ما انا بقول لك 2002 وابني 2005 في الاكاديميه البحريه. يعني كنزي وزين. كنزي وزين بس. اوكي. زين ما فيش كوره خالص. لا يعني حاولت كده معاه بس. فرق كويس ها؟ ايه فرق كويس. بس خلي بالك احنا برضو عندنا نقطه مهمه جدا، عشان احنا برضو لعبنا كوره، فانت بتشوفه خلاص بتحكم عليه. يعني لعيب الكوره او اللي فاهم كوره ما بيبقى وحش. فهو اتجه للتعليم. اقول لك حاجه برضو. الاكاديميه البحريه، فهو ماشي يعني هو في السيل. اقول لك حاجه برضو. انا اشتغلت يعني في الشغلانه دي يعني عارف ايه، خدتها من تحت قوي. طبعا. يعني انا اشتغلت اكاديميه قعدت 3 سنين، وكان درس كبير قوي 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 في الشغل طبعا. الاداري، وفي نفس الوقت في العين. يعني ما تتخدعش وكده. ولما رحنا اشتغلت منسق، تابعت قطاع الناشئين بشكل حلو. يعني كان بالنسبه لي انا عايز يبقى ليا دور، عايز يبقى ليا عين، عايز يبقى ليا قرار. بلاش قرار، عايز يبقى ليا راي صحيح. فعشان يبقى ليك راي صحيح يا جوده لازم تكون موجود في الحدث بالزبط. اصلا يعني واحد بسالك على حاجه هنا وانت عمرك ما جيت هنا، مستحيل. ازاي هتديني اجابه صحيحه؟ ازاي هتديني اجابه واضحه؟ فلازم تكون هنا كل يوم عشان اجي اقول لك مثلا يا جوده ايه الاخبار، تقول لي بص ده السور هنا، وكان في عربيات بتشيل ايه، وكان في عدد البودكاست كذا وكذا وكذا. متابع وموجود في الملعب نفسه. يعني شايف انا عايز اسال بس حاجه ممكن نتناقش فيها مش نسالها. هو ايه اللي بيتغير؟ يعني بص، جوده، ابراهيم سعيد، احمد صلاح حسني ده 79. هاني سعيد تقريبا معاكم برضو؟ لا هاني 80. اكبر 80. اصغر امير عبد الحميد، حسن مصطفى ومشي حسن مصطفى. بص الاسماء دي كانت 79. بص بقى في 77 اللي هو اكبر منكم سنتين على طول. طبعا. كان في سلام حفيظ، كان في واحد احمد سراج، كان في احمد عبد الظاهر، كان في ياسر محمد طبعا، كان في محمد فاروق معانا، كان في احمد فوزي، كان في احمد صاروخ، كان في تامر عبد الحكيم، محمد ثابت صاروخ اسف، كان في تامر عبد الحكيم، كان في كل دول، واحمد فوزي، ما قلت احمد فوزي. فكل دول لعبوا درجه اولى بالظبط، لعبوا وانت لعبوا. الشخصيه اختلفت ليه؟ يعني مع ان خلي بالك زمان ما كانش فيه اللي موجود دلوقتي، يعني مفيش التطلعات او مفيش الاطلاع اللي موجود في الوقت الحالي. صعب قوي عشان نتفرج على حاجه خالص. او نقرا حاجه خالص. او نجيب حاجه.
يعني ما كانش سهل زي دلوقتي يعني. طبعا حتى حته النجوميه كلها ما كانتش سهله برضه يا كابتن. كان في برنامج واحد لو حضرتك تفتكر بعد المباريات، كاميرا في الملعب، الكاميرا في الملعب اللي بيسجل معاه ما بيخرجش اليوم ده. يعني مثلا انا اكلمك يلا نخرج يا كابتن، لا تقول لي انا سجلت وتقعد تستناه دلوقتي يعني الموضوع اسهل كمان كشهره وكنواحي كتير جدا. انما احنا برضو يعني الموضوع ان تقدر من فرقه، انا فاهم قصد حضرتك، من فرقه ان يطلع العدد ده ويلعب فريق اول، فدي برضو انا بتكلم على الشخصيه كمان يا بودي. يعني الشخصيه نفسها، رغم ان انت ممكن مثلا يعني ايه التعليم ما يبقاش احسن حاجه يعني. طبعا. بص انا اوصل لك ليه. يعني ممكن التعليم ما يبقاش واحد مثلا ايه خريج حاجه جامده جدا او مواظب جدا على المدرسه بشكل رهيب، بس عنده اهتمام انه انه يخرج او يتخرج من المدرسه. بالظبط، فاهم قصدك. لكن اقصد اللي تقدر بالظبط تدخل بتبني شخصيه طبعا. يعني كان بتبني شخصيه، مش الدنيا سلسه وبسيطه وكل حاجه تتعمل لك وكل حاجه. الموضوع كان صعب يعني انت من السويس مثلا. تمام. انا واثق جدا جدا ان اعتماد على النفس هنا كان رقم واحد، وما فيهوش فصال وما فيهوش جدال وما فيهوش كلام اساسا. طبعا احنا جينا هنا يا كابتن برضو الموضوع بالنسبه لنا كان صعب حتى في كل حاجه. ان انت في السن الصغير ده انت متخيل بتسيب اهلك وبتسيب صحابك وبتسيب بيتك وكل حاجه علشان تيجي تتمرن وتجري على طول تنام عشان تصحى بدري، عشان الموضوع كله تضحيه بمنتهى الامانه. اللي يوصل الفترات اللي فاتت اللي احنا لعبنا فيها دي اكيد ضحى بحاجات كتير جدا. اكيد ضحى بحاجات كتير جدا، والتضحيه دي بتوصله برضو ان يبقى شخصيه. وان كان برضو يعني كل لما الواحد يبقى فيه نضج برضو يا كابتن سيد، برضو الشخصيه بتتظبط اكتر. يعني في حاجات كتير يعني حصلت لو رجع الواحد بيه الزمن عمره ما يفكر يعملها. طبعا. زي ايه بقى يا برنس؟ لا حاجات كتير والله يا كابتن. يعني الواحد يعني تفكيرك كان مجرد تفكير شخصي في نفسك بس، ولا بتفكر في فرقه ولا بتفكر. وانت برضو ممكن تكون برضو يا كابتن مش قوي عديت بالفتره دي، وخصوصا انت كمان كنت مسؤول. فاما اصبحت مسؤول على الناس كلها، فغير ان انت بتبقى مسؤول عن نفسك. فاعتقد يعني مع النضج والسن يمكن بنقول نصيحه للعيبه كتير جدا. يعني ما تضيعش الفتره دي في اي حاجه غير التركيز في الكوره. فتره لعب الكوره كلها اقصى واحد مش هيتعدى ال10 سنين. صح. وبعد كده عندك كل حاجه. ممكن بتزيد شويه دلوقتي ممكن. يعني انا بتكلم يعني يا كابتن على حسب ان حد لعب مثلا. انت عارف هنا بعد سن ال30 بتبقى لا ده كبر ده، مع ان في الحياه العاديه بيكون لسه شاب بيبدا حياته يعني. فلو ضحى شويه ال10 سنين. غريبه الدنيا يا ابو داوود. يعني في اوقات كده نظرتك للحاجه وانت جواها بتبقى سلبيه عن وانت براها. طبعا. يعني وانت جواها المفروض تبقى ايجابي جدا. طبعا. تمام. لان انت جوه الحاجه. بالعكس لما تبعد شويه وتخرج بره الصوره تحس برضو بيها، فتلاقي تقول يا نهار ابيض بقى انا كنت في الصوره دي. صح. انا كنت في الصوره وخرجت من الصوره دي بمحض ارادتي وبتفكيري وبشخصي. اقسم بالله ده بالظبط. دي حقيقه بالظبط. دي حقيقه. الواحد في مثل او مش عارف، الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه لما تروح منه او تبعد عنه. فاعتقد ده كلام مظبوط 100% يا كابتن سيد. يعني كلام مظبوط 100%. طيب جودة كان جامد جدا في ضربات الجزاء، جامد جدا. في واحده خلصت عليا بس، ما عدا واحده بنت اللذينه في 2003. انا مش عارف ان يعني بنلعب نهائي كاس والكابتن شادي راح وقف جول مكان امير، فاكر انت؟ بس وجالنا بينالتي في الدقيقه كام؟ كان 41 42 خالد بيبو. خلي بالك انا جبت جول الماتش ده الفاول. انا فاهم في الاول، وبعدين تعادلنا بيه. كنا مغلوبين 1-0 ولا تعادلنا بيه؟ لا كنا كسبانين 1-0. كنا كسبانين 1-0 وبعدين الكوري احنا 1-0 دي يا كابتن، ونهائي كاس وكان في استاد الكليه الحربيه والاستاد متقفل. فالموضوع المفروض الموضوع خلص. بس الموضوع برضو يعني حته. لا هم رجعوا بفاول برضو كان روبرت. لو فاكر. الله يرحمه. تعرف ان هو توفى يعني؟ لا والله. توفى حادثه يعني في لبنان. توفى حادثه الله يرحمه. وهم اتعادلوا وبعدين عملنا 3 تغييرات في هي دي النقطه بقى يا كابتن. وما تعمل 3 تغييرات واصابه امير عبد الحميد برضو، فاهم يعني كانت اصابه جامده جدا. يعني برضو يعني اتفرجت على كام ماتش في حياتك يا كابتن سيد؟ كم مره الجول اللي اتصاب؟ سيناريو. يعني ممكن تلاقي مرتين 3 في كل. لا ممكن يحصل بس ما يبقى عندك تغيير. بالظبط. وحتى لو حصل بيكون فيه تغيير. والتاني مشادي بقى جري ومسك البتاع. فاكر نفسي اقف طيب في الجول طالع يمسك الكوره.
بس خلي بالك برضو يعني مش قصدي اي حاجه، بس كابتن حسن شحاته كان موفق جدا. خلي بالك انت عارف قبل النهائي كسب الاسماعيلي في اسماعيليه، ضربات جزاء، والنهائي كسب الاهلي، والسوبر كسب الزمالك. الزمالك، وصعد بالمقاولين ومسك صح. المنتخب. كل ده في ثانيه واحده، ما شاء الله. ما شاء الله كان برضو فيها توفيق كبير جدا جدا يعني. سيناريو ما يحصلش. بس خلي بالك الماتش ده يعني انا مشيت بعد الماتش ده، يا راجل. بس يعني انا مشيت، مش انا اللي فاهم. طلبت امشي. يعني انا بجد كنت زعلان اكتر من اي واحد من الجمهور، مع ان انا اتبهدلت بهدله. يعني كنت يعني ادخل البنزينه امون، الاقي يعني كل الناس بصراحه كانت يعني تكلمني وحش، يعاملني وحش. فاخدت قرار ان انا يعني اتكلمت مع الباشمهندس عادل القيا وقلت له ان انا عايز يعني اطلع بره، ورحت تركيا ساعتها. عارف من الحاجات الصعبه برضو في التفكير ان ممكن تاخد قرار مصيري في حياتك ومستقبلك واسرتك وكل اللي حواليك في مرحله مش على هواك مثلا، او مرحله انت مضغوط فيها مثلا. المرحله دي ممكن تبقى يوم، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى 6 شهور، بس هتخلص. مظبوط. فواحد يقوم رايح واخد اتجاه وقرار، لا 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 انا ماشي. انا كنت دايما اقول للعيبه الصغيره بالذات كده، حبيبي ما تاخدش مرحله، ما تاخدش قرار على مرحله ممكن تبقى بعد شهر ولا شهرين. يعني الموسم هيخلص بعد مثلا 3 شهور او 4 شهور بالظبط. فهو من دلوقتي يقول لك لا انا ماشي، فيبدا يشتغل ان هو ماشي، فبيبدا ما يتمرنش كويس، ما هي برضو النصيحه دي فمردوده برضو في التمرين ما يبقاش سيد. سليم، فالمدرب يستبعده خالص. تمام. صح. في حين ان هو لو شايف ان هي فتره وجهات نظر دلوقتي، او ان في واحد ممكن راكب بلغه الكوره بشكل كبير، وان هو بياخد بشكل احسن، وان هو اداؤه احسن، وان فرصتك هتجيلك، فانت صح. تفكيرك هيكون سليم. بس ما هو ده اللي بقول لك، لو يعني برضو من الحاجات اللي لو رجع بيا الزمن مش هفكر فيها خالص يعني. يعني بس برضو يا كابتن يعني يعني احنا دلوقتي قاعدين بنتكلم بعد ما وصلنا لمرحله نضج برضو معينه. فالدور ان زي اللي حضرتك عملته يا كابتن مع اللعيبه، ان لازم تنصحهم. طبعا لازم تنصحهم مش مره واثنين وثلاثه، لان انت عارف ان تفكيره مستحيل هيوصل لنفس مستوى تفكيرك. فالنصيحه، في واحد ممكن يقول نصيحه كده ويمشي، في واحد يكرر النصيحه. فاعتقد محتاجين الفتره السن ده، يعني السن ده من اللعيبه مع الضغوط الكبيره دي. مع ان اعتقد حته برضو الجيل اللي فات ده لعب كتير جدا من غير جمهور يا كابتن سيد برضه. يعني صح. لو يعني برضه خف. بس دي بالنسبه لنا ما كانتش حلوه قوي. انا بالنسبه لا ما كانتش حلوه. لا انا بتكلم ما لعبوش في ضغوط، ما لعبوش في ضغوط كتير جدا، فترات. قصدك المفروض ان هو يبدع اكتر بقى. طبعا مفيش ضغوط. لو الضغوط دي بتخلق برضه. بس برضه في ناس ممكن تقول لك لا بالعكس، انا الجمهور بالنسبه لي انا كنت بحب كده. وانا برضه جدا الجمهور بتاعي احنا لو التمرين نفسه ما كانش فيه جمهور ما كناش. ده اعظم حاجه في المباراه. طبعا يعني ان شاء الله يكمل يعني. بعد الاهلي بقى المحطات قد ايه عامله ازاي؟ بص يا كابتن، وانا في الاهلي طلعت اعاره سويسرا بالنسبه اف سي اراو، ورجعت تاني على الاهلي. رجعت 2002 وكنت من تاني هداف للفريق اما رجعت من سويسرا. انت رجعت مع بونفرير بقى؟ رجعت مع جوزيه، وكانت البطاقه الدوليه ما جاتش. مين اللي كان بعد جوزيه؟ بونفرير. الموسم ده انا عملت موسم. الجول بتاع الثاني اللي انت جبته في الزمالك، البنالتي ده بتاع 2-2. انا جبت الجول الاولاني. جبت الجول الاولاني صح. تقريبا بلال اللي عمل البنالتي. بلال كان جميل قوي. لا بلال كان جامد قوي. بلال مش طبيعي. بلال كان بيحضن على وما يحسسكش خالص ان هو ان في خطوره جايه او حاجه. ماشي كده يروح لاطش. هم كلموا لك الله. الله. لا كان مهاجم جامد جدا. بس ورجعت كملت طبعا في الاهلي لغايه بعد ما اتكلمنا على ماتش المقاولين ده. قررت بقى ان انا ارجع. رحت تركيا، وبعد تركيا رجعت شويه مصر كده، لعبت في الاسماعيلي، طلعت على السويد. بعد كده رجعت بقى من السويد، كنت في اجازه عادي كده، وبعديها لعبت الحرس الحدود والمصري، وختمت في الانتاج الحربي. اوكي. وبعدين الاعتزال سنه كام بقى؟ 2013. طب كويس، فتره برضه مش وحشه يعني. انت عارف انا بطلت 2006 ده الرسمي. لا انا بطلت 13. لكن قبلها بسنتين كنت انا هقول لك انت الاصابه برضه. انا هقول لك حاجه اول مره اقولها والله. انا من الحاجات اللي خلتني اخد قرار للاعتزال وانا مصمم عليه المسكنات. كرهت المسكنات، مش قادر. كل يوم الصبح يا جوده، كل يوم الصبح على مدار
سنتين او سنتين وشويه، مم. كل يوم لازم اضرب لي مسكن، ومسكن قوي جدا عشان اقدر يا دوبك ابدا اتمرن يعني. قرار الاعتزال قرار مش هو سهل خلي بالك خالص. برضه يا كابتن الإصابة برضه يعني الحمد لله طبعا الطب اتقدم دلوقتي والموضوع بقى أسهل شوية يعني برضه زمان الموضوع ما كانش بالسهولة دي، وخصوصا إصابة الركبة دي. أعتقد إن أنت بطلت بإصابة انا عامل الركبة. 9 عمليات. اه انا العمليات بالنسبه لي كانت كل مثلا والله يا 7 8 كابتن شهور يمكن أعمل لعله خير عملية. يعني، يمكن طبعا. دخلت مثلا في كارير تاني بدري، برافو فخلي عليك، بالك برافو والله عليك. دي انت عارف حق. كابتن زيزو قال لي كده، كابتن زيزو اول ما بطلت فانا كنت في مدينه نصر كده يعني زعلان طبعا. زعلان شويه، زعلان طبعا. متاسف، فماشي مطاطي راسي كده وبتاع، مم. فقال لي لا بص، يعني ممكن، دي جمله من الجمل برضو اللي ما انساهاش ابدا يعني، قال لي ممكن تكون بطلت في كارير بدري عشان بس تبدا كارير صح. بدري جديد، يعني تبدا حاجه لا جديده بدري كمان. ودي حاجة يعني سبحان الله يعني سبحان الله يعني يعني تحسب الحاجة شر ليك وهي خير وبداية طبعاً. لحاجة. انطلاقه في حاجه ثانيه. طيب اه طيب جوده خدت قرار الاعتزال وبعد كده اتجهت للتدريب. للتدريب اوكي، ليك محطات في التدريب. طبعا يا كابتن يعني انا يمكن يعني مفيش اي مسانده من اي حد، والواحد بينحت في الصخر في الموضوع ده. يمكن انا اصلا بسبب حاجات كتير قوي موجوده كده الواحد عايز يبطل التدريب ده اصلا يعني. لا ليه؟ والله ليه؟ بجد والله يا كابتن موضوع صعب يا كابتن، موضوع صعب، عايز تكلم ده وتكلم ده وتكلم ده. بس انت بتشتغل نفسك يعني، انت كمان انت سافرت خدت دورات انا كابتن انا كابتن اعوذ بالله من كلمه، انا بطلت واشتغلت في طلائع الجيش على طول. تمام. اشتغلت كان ساعتها مواليد 2003، قعدت 3 شهور وطلعت الفريق الاول من 2014 ل 2019 وانا في الدوري الممتاز. كنت بشوفك على طول واسلم عليك مع مدربين كتير جدا، مع كابتن محمد حلمي، كابتن طارق يحيى، الفترات دي اللي بقول لك، كابتن طارق يحيى، كابتن احمد سامي، لوك ايميل البلجيكي. وبعديها رحت الانتاج الحربي مدرب عام برضو مع كابتن حماده صديق. وبعديها بقى مسكت نادي سوهاج، مدير فني سوهاج ومدير فني النجوم في المحترفين. كويس. مدرب عام في السكه الحديد، الموسم اللي صعد فيه المحترفين لو تفتكر، اللي صعد فيه زد الموسم ده. كنت مسكت فتره لوحدي برضو، كسبت زد، خرجته من الكاس، زد اللي صعد دوري، وخرجت وادي دجله من الكاس. فالحمد لله يعني سبت بقى كل ده وخرجت برضو عشان اخد دورات بره. طبعا حضرتك عارف الرخص الافريقيه فيها مشكله شويه، فبرضو رحت خدت الاسيويه. فيعني الواحد بيحاول والله. طب احنا لسه بنتكلم على حته ان انت ما تاخدش اتجاه، ولسه انت بتقول نفس الكلام من 5 دقايق كده، ان انت خدت قرار كان مرتبط بزهق برضو شويه، اللي هو حته ان انا عايز اروح في حته تانية والامر بالنسبه لي يبقى جديد بقى وكده. تمام. لا اوعى ليه؟ لان انت بتتكلم في 2014 2019 في الدوري الممتاز، وبعد كده ممكن اكون مريت بتجربه مش احسن حاجه. لا بالعكس والله، طول ما انا شغال التجارب كلها الحمد لله. لا انا بتكلم فتره من غير شغل يعني. بالظبط، من غير شغل يعني، او من غير كلام، او ما فيش عروض، لكن ممكن تتفتح من اي اتجاه وفي اي وقت ان شاء الله. فما ينفعش ان انا اخد قرار كده او حتى اتجاه في دماغي في حاجه جود. لا ابدا انت عندك خبرات دلوقتي في الدوري الممتاز كويسه جدا جدا، اكتر من 7 سنين. طيب يعني واشتغلت في كل الدرجات، وده اعلى ليفل يعني ممتاز به ومحترفين. ده اعلى مستوى موجود اللي هو الدوري الممتاز. مزبوط. تمام. ومع خبرات كتير، كذا مدربين يعني كذا مدير فني يعني. لا وكمان مع طلائع الجيش. طلائع الجيش كانت في الفتره اللي انت بتتكلم عليها ديت اصلا. ده طلائع الجيش في الفتره بتاعتك دي كانت هتضيع منا الدوري بالزبط. يعني الجول اللي احنا جبناه في الدقيقه 92 مظبوط، لو انت فاكر، بتاع علي معلول. تمام. يعني واحده من اصعب المباريات واصعب المحطات بالنسبه لنا. لا طبعا هتجيلك بشكل حلو، وهتجيلك بشكل. بس انا وانا بتكلم مع جوده دلوقتي حاسس باختلاف. قول لي في ايه يا كابتن، اتكلم عادي. يعني انا ما عنديش يعني الاول لو في حاجه عايز تقولها انا موافق. انا موافق والله. جوده في الاول شخص برضو كان هادي كده، يعني مش بتاع زحمه وبتاع كلام كتير ولا صوت عالي ولا حاجه، بس مع نفسه خالص. يعني انت شخص واحنا صغيرين كنا مع نفسنا يعني. تمام. ما كناش الناس اللي بنخرج مع بعض كتير ولا حاجه، لكن جوده كان لوحده. تمام. دلوقتي حاسس بدرجه نضج حلوه، بهدوء في الردود والكلام، بتقييم للدنيا بشكل احسن شويه، باستثناء بس حته ان انا بفكر ما مرنش. لا والله يا كابتن يعني لا ده مش معاك خالص كده، فالغيها لان انت كنت ماشي زي الفل. تمام. فده حلو. انت بتتكلم دلوقتي على بدايات او
جزء حتى من الخطوات حلو جدا جدا. تمام. فحاسس لا حاسس باختلاف. يعني طب ده حاجه ايجابيه حاجة ولا؟ إيجابية جدا. طيب الحمد لله. حاجة والله. إيجابية يعني جدا. اعتقد برضه يا كابتن انت لسه سائلني برضه يعني ولادك كام سنه وبتاع، انت متخيل يعني ممكن ابقى جد مثلا انا كمان. عايز اشوف كنز. ممكن ابقى جد كمان انا عايز سنه. اشوف كنز. انا فاكر وانت كنت وانت جاي التمرين كانت بتبقى صغيره قوي. لا ما كانتش أنا عايز أشوفها. خالص يا كابتن. أنا ده عايز كانت أشوفها. أنا عايز كانت شهور او سنه بكتير يعني. حبيبتي، سلم لي عليها كتير. لا يوصل ان شاء الله، وانا هوريها لك في يعني ما شاء الله. فبتتكلم في حد ممكن يبقى جد كمان سنه ولا حاجه يعني. يا نهار ابيض. ف الدنيا عملت فينا كده ليه يا جدع؟ ما اعرفش، جريت كنا لسه في الناشئين كده صح؟ في محل كان لسه فاتح في التسعينات. حلو. فاحمد صلاح حسني هيعزمني انا واشرف ابو زيد. اوكي في يعني خدكوا في الخباثه ليه كده؟ استنى بس بقى. فاحنا كان الطبيعي جدا لما تخش اي مطعم في اي مكان تقعدوا مفهومنا ان احنا ناكل وبعد كده ايه؟ نحاسب. بالظبط. المهم ايه، دخلنا احنا لا وتقعد وحد يجي لك، انت ده اللي بتروح تطلب. صح. فترة الصغيرين بالمرحلة الشباب اللي كنا فيها بالمرحلة اللي احنا فيها، حاسس ان الواحد مثلا غمض عين في ثانية. لا غمض عينه كده ونام نومة تقيلة شوية وصحي. يعني صح. عدت بسرعة. عدت. انا لسه كنا في الناشئين يا كابتن. يعني لسه كنا في الناشئين وعندنا ماتش في الناشئين ورايحين نتفرج على الفريق الاول، وعدينا بالمراحل دي كلها وعدينا بالفريق الاول واعتزلنا واشتغلنا، فالحمد لله يعني. طيب شخصية جودة كانت مؤثرة في جودة قوي، شخصية رياضية. بصرف النظر عن مركزي او مش مركزي، كانت كبسبة البطل بمنتهى الامانه يعني. الله يرحمه يعني. فينا كلنا الصراحه. بمنتهى الامانه يعني طبعا انا يعني طلعت هو من بعد توفيق ربنا ومن اسباب كبيره ان انا طلعت فريق اول. كان على طول النصيحه موجوده، كان على طول زي ما حضرتك بتقول دلوقتي يا كابتن سيد، امتى بيشد وامتى بيصاحب وامتى فمن الشخصيات المؤثره جدا جدا بالنسبه لي. انت وابراهيم كمان كنتوا طالعين، ابراهيم طلع لعب قبلك شويه تقريبا. لا لعب قبلك شويه تقريبا بحوالي 4-5 شهور بالكتير قوي. وهو كان متحمس جدا لتجربه الناشئين كابتن ثابت الله يرحمه يعني. لا بمنتهى الامانه من الشخصيات المؤثره جدا بالنسبه لي حتى في حياتي كلها يعني. انت وابراهيم كنتوا على طول مع بعض. ابراهيم سعيد على طول مع بعض. بتتكلم برضه يا كابتن من واحنا 13 سنه يعني مع بعض. يمكن احنا اكتر اتنين كان برضه احمد صلاح حسني بس مشي يعني. فكانت عشره كبيره جدا يعني. احلى حاجه في الكوره ان هي المعسكرات يمكن كان احسن من دلوقتي كمان. ليه؟ لانه ما كانش فيه موبايلات زمان. فانت بمجرد ما بتطلع بره البلد فانت منعزل تماما طبعا. فبتبقى الحاجه الوحيده اللي بتعدي الوقت هي القعده مع بعض. اللمه والقعده. فاكر انت كابتن حمدي مكرونه الله يرحمه في الشاي. الله يرحمه. الاوضه دي كانت اوضه الخير دي. اوضه الخير. ولازم نتجمع فيها بالليل، ولازم اللي بيعمل حاجه في رجله واللي بيشرب شاي فاعتقد في حاجات كتير قوي انتهت بتهيألي يا سيد. يعني حاجات كتير قوي. رغم ان في حاجات انتهت، في حاجه بتلوم عليها نفسك يعني؟ لا حاجات كتير يا كابتن. حاجات كتير جدا جدا يعني. كنت يعني حاجات كتير يعني ما كنتش اعملها. كنت ممكن مثلا لو ما لعبتش مثلا او ما بداتش او بره يبقى في رد فعل. في حاجات كتير جدا بقعد الوم نفسي عليها كل يوم يعني. لو رجع بيا الزمن مستحيل. الناس بتسمع الكلام ده يعني، اللعيبه بتسمع الكلام ده وبتعمله برضه. بس يعني لا الموضوع بجد يعني حاجه صعبه جدا جدا يعني. بقعد الوم نفسي كل يوم، بس اقول يعني مش عارف اقول السن ولا التفكير ولا النضج يعني. فمن الحاجات اللي بلوم نفسي عليها جامد جدا يعني الواحد لو لعب واتمرن وركز لعب ما لعبش كان الموضوع فرق معاه جدا جدا. والله العظيم انا دايما عندي قناعه ان الكوره اكبر مثال لحال الدنيا. اكبر مثال يعني. الدنيا طبعا المولى عز وجل يعني بمشيئته وارادته، لكن اقصد ان في مرحله في الدنيا تلاقي واحد بعيد قوي وبعدين بقى ما شاء الله حاجه جامده جدا. والعكس صحيح. الكوره كده النهارده انت مش في الصوره اصلا، بكره انت اللي متصدر المشهد. صح. بعد كده تطلع من الصوره خالص. ايام بتعدي عليك حلوه وايام بتعدي عليك وحشه وايام بتعدي عليك عاديه. وفي اللي بيستمر برضه يا كابتن بسبب التفكير وبسبب النضج لا وصغير ويكبر وبعد كده صح. وحد ياخد مكانه وهكذا زي الدنيا بالظبط. زي الدنيا بالظبط. صح. وده كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن. يعني هي دردشه سريعه
واهلا بيك طبعا في ناديك ربنا يخليك، النادي متشكر الاهلي. جدا والله. انا كنت سعيد جدا ان انا كنت معاك النهارده، ودي عشره عمر يعني ربنا يخليك انا يا مع كابتن. بعض. ودي من الحاجات اللي انا اقول دايما اللي هي يعني كلنا مع بعض عيش وملح، مش بالضروره تبقى في طبق واحد، ده مفهومي في الحياه. العيش والملح ده ممكن يبقى صحوبيه في يوم، في مرحله، طبعا يا كابتن. في شغل، عشرة. في فرقه، في مصلحه، في طريق، يبقى ده اسمه عيش وملح. لا يا كابتن، انا اللي يعني حاجه يعني حصلت بيني وبينك، بس حابب اشكرك عليها. يعني يمكن كابتن سيد مفيش مره كلمتك يا كابتن لما كنت واقف معايا، وكنت ظهر وكنت سند. يمكن اخرهم في الله الامارات يكرمك. لو تفتكر، انا كنت باخد الرخص دي، ومش عايز اقول لفظ، كنت لايص. اول حد جه في دماغي كلمتك يا كابتن سيد، رفعت السماعه في ثانيه. الموضوع خلص ان انا ادخل، مجرد ان انا ادخل اخد الرخصه دي. ما بتاخرش بجد والله يا كابتن سيد. يعني حابب اشكرك جدا جدا، ده اسم برضه، ومبسوط جدا جدا ان انا كنت بيساعد. معاك والله. اسمك بيساعد، لا اسمك وان شاء بيساعد. الله يعني يبقى في لقاءات دايما دايما كتير تساعدني يعني. يا حبيبي. ربنا لا اسمك يخليك. يساعد في اي حته. ربنا يخليك يا كابتن سيد. ربنا توفيق. يخليك. وسلم لي على كنزي وزين. يوصل يا كابتن. زين، صح زين كده؟ مظبوط. سلم لي عليهم لحد ما نشوفهم. يوصل يا كابتن. ربنا يخليك. بقول لهم باباكو كان لعيب جامد جدا. ربنا يخليك جدا والله جدا. شرف ليا ان انا موجود معاك. بالتوفيق دايما يا حبيبي. ربنا كل سنة يخليك وأنت يا طيب. كابتن. انت طيب يا كابتن. يومنا خلص النهارده، لكن كلامنا لسه ما خلصش. بكره ان شاء الله الرحمن مع بودكاست جديد في القناه الحمراء.